ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم بفيديو جديد. عايزاكي تحطي لايك للفيديو ده. لو لسه اول مره بتشوفيني مش مشتركه معايا في القناه، نوريني بالاشتراك من علامه الاشتراك اللي تحت باللون الاحمر، عشان ايه؟ اظهر لك على طول وتشوفي يومياتي وتتفرجي عليها. طبعا بقى بصوا زي ما انتم شايفين كده، هدوء تام. مشوا خلاص وسابوني لوحدي. عايزه اقول لكم زعلانه زعلانه زعلانه، خدت بقى على قعدتهم معايا وكانوا مونسيني ومساعديني، وادخل بقى انام براحتي واسيب لماما بقى ريان وعايشه حياتي كده. وبصوا كان خالد بقى اخد الاسبوع دوت اجازه كده من الحضانه، وكانت الدنيا جميله. مش عارفه بجد ازاي يعني هو يعني اسبوع اللي انا كنت ولدت فيه خالد كان بيروح الحضانه، بس الاسبوع بقى اللي هو التاني دوت اللي هو اللي فات كله من بعد الولاده هو ما راحوش خالص. فعايزه اقول لكم بقى خلاص بقى يعني هنبدا بقى تاني بقى يروح الحضانه، وهنرجع بقى لحياتنا الطبيعيه العاديه بقى، اللي هو بقى ايه، ارجع تاني المسؤوليه كلها تبقى على دماغي. اتعودت خلاص على وجود ماما، ربنا يخليها لي ويطول لي في عمرها. بجد كانت شايله من عليا حمل من ساعه ما ولدت. كانتش بتخليني اعمل حاجه خالص 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 خالص. حاسه بقى ان انا عايزه اقول لكم هي سابتني ومشت النهارده، حاسه ان انا بقى يعني بصوا عايزه اعيط، يعني هان عليا دلوقتي اعيط. المهم قلت بقى ايه، شطفت ريان وغيرت له وظبطته كده، وخدت خالد بقى ذاكرت له كده، عملت له بقى مراجعه كده عشان ايه ما يكونش ناسي اي حاجه من الحاجات اللي خدها، عشان خلاص هيبدا ينزل الحضانه من يوم السبت، لان حضانته بتبقى من السبت للخميس. فعايزه اقول لكم بقى مسكته كده ذاكرت له بقى وبتاع، ودخلته بقى كده، خليته بقى اخد دش كده، اديته دش كده حلو بقى، ومسكته بقى كده قلت له خش بقى على اوضتك كده، اقفل على نفسك وسيبني بقى ايه. الشقه كان عندي متبهدله خالص، مش متبهدله خالص بس يعني ايه، عندي شويه حاجات كده عايزه تتظبط، كل حاجه كده تبقى في مكانها. عندي شويه غسيل ماما طب مطبقاهم لي لما الغسيل قبل ما تمشي، مطبقاه وحاطاه مكانه. عندي بس كده شويه حاجات بسيطه هعملها بقى كده ايه، قلت استغل ان ريان نايم واخلص بقى الحاجات دي كده معاكم. فعايزه بقى ايه، عايزاكم تشجعوني ونشجع بعض. لايك بقى جميل كده، وعايزاكم بقى كده في الكومنتات تشجعوني، عشان حاسه ان انا يعني بصوا كل حاجه كده حاسه ان انا ببتديها من اول وجديد، حاسه ان انا اول مره اولد، اول مره مش عارفه ايه. يعني مش عارفه، يعني طول عمري اخده على ان انا اتحرك واعمل، بس مش عارفه ماما سابتني ومشت. كنت راميه عليها زي ما قلت لكم كده كل حاجه، هي كانت خليني اعمل حاجه الاسبوعين اللي فاتوا، فخدت على الرحراحه كده زي ما بيقولوا. فاحساس غريب كده مش عارفه. فيلا هتشجع بيكم كده، عايزاكم تشجعوني، يلا بينا نشوف هنعمل ايه. دخلت بقى على اوضه المعيشه. عايزه اقول لكم بقى انا اصلا المفروض ان انا اعمل كسوه للركنه، بس في نفس الوقت قلت لا، انا ايه، انا عايزه افرح بشكلها، يعني مش عايزه ان انا اعمل كسوه داريها كلها، كل حاجه كده تبقى متداريه فيها. فاللي هو لا، انا قلت لا، فجبت دي زي ملايه كانت قديمه عندي، عشان كذا حد قال لي انت جايبه الفرشه دي منين. انا مش جايباها من حته، دي كانت ملايه قديمه عندي انا مش بستخدمها. قطعتها كده على قد على قد الركنه، قسمتها كده على قد الركنه، وبقيت افرشها. يعني انا اهم حاجه عندي ان بس ايه، ان الركنه ما يتكررش زي ما اتكرر قبل كده في اوضه المعيشه عندي. يعني اوضه المعيشه قبل كده كان كله بيقول لي عايزه كسوه، وانا اهملت. خالد بقى بسم الله ما شاء الله بهدلها بهدلها، فمش عايزه اكرر دوت تاني. فبقيت احط بقى ايه البياضات دي على على الركنه ذات نفسها، يعني حامياها الحمد لله، وفي نفس الوقت مش مضيعه من شكلها. وعايزه اقول لكم اي ما بيجي لي اي حد، يعني وانا والده كده، قرايبي لما جم البيت عشان يطمنوا عليا فاشيلهم، يعني سهلين ان هم يتشيلوا، بس زي ما انا ما شلتهم كده دلوقتي. وكل مثلا لما الاقيهم ان هم متبهدلين اقوم جايه شايلاهم كده زي ما انا ملمتهم دلوقتي، احطهم في الغساله اغسلهم وانشرهم وارجع افرشهم تاني. بس بس الصراحه فارقين معايا جدا جدا، ومحافظين لي يعني على الركنه. طبعا انا كنست الاوضه، مش الحافظ السجاده ده اللي انا حاطاه الشفاف دوت، لما باجي امشي عليه بالمكنسه الكهرباء، المكنسه الكهرباء بتلزق فيه، فما بعرفش اكنس بيها الاوضه خالص. فبكنس بقى بالمكنسه العاديه كده وخلاص. اديتها كنسه، هي اصلا ماما قبل ما تمشي كانت كنسلي الاوضه دي، بس انا قلت برضو ايه، يعني امشي عليها تاني برضو كده بالمره، عشان كنت ناويه ان انا اكنس الصاله. كسلت بقى اشغل المكنسه الكهرباء، قلت لا اكمل بقى بالمره كده حاجه كده من فوق الوش بالمكنسه اللي في ايدي وخلاص. هي كده كده ايه يعني الارض مش محتاجه ان هي تتكنس، بس انا قلت يعني ايه بالمره كده، همشي بس كده بالمره كده، عشان بس كل حاجه كده تبقى نظيفه، وكل حاجه كده تبقى ايه، تبقى طالة كده على بعضها. وارجع في نفس الوقت تاني زي ما قلت لكم
احمس نفسي تاني وانشط نفسي تاني، لان انا الفتره اللي فاتت دي كلها فتره بالكام شهر الاخر في الحمل ما كنتش بقى شبه ان انا بعمل حاجه خالص، فحاسه بقى ان يعني ايه رجعنا تاني بقى للهم ووجع القلب. يلا الحمد لله. كنت عايزه اقول لكم ايه النهارده بقى، قلت ايه، كانت ماما قبل ما تمشي عامله لي اكل حطالي في التلاجة يبقى على تسخين على طول. يعني عامله لي عامله كبده، عامله لي كبده بلدي متشوحه كده، عامله حطها لي كده في طاسه بحيث ان انا اسخنها على طول، ما اقعدش بقى ان انا اقف واعمل وكده. وعندي اكل برضو كان باقي، كان ملوخيه، كانت عامله ملوخيه بالارانب، فعندي برضو ملوخيه بالارانب في التلاجة. قالت لي حتى ايه، انا مش هعمل لك رز عشان الرز يعني ايه هو حلاوته هو سخن، لو هتعملي جنبه شويه رز وتاكله وبتاع وكده. فعامله لي كذا حاجه كده وحطها لي في التلاجة على تسخين بس. فعشان كده قلت بقى ايه يعني هروق، وبعد ما اروق بقى ممكن نشوف بقى اي حاجه كده اطلعها اكلها ناكلوها يعني وكده. بس لميت التراب كده وقلت بقى ايه المه. عندي السفرة عايزة ان هي تتمسح هي والبوفيه، همسحهم دلوقتي. محتاجين ان هم يتمسحوا ملزقين. تقولوا لي ملزقين من ايه؟ اقول لكم معرفش يعني ملزقين من ايه، انا مش عارفه. ملزقين كده تلزيق خفيف، عشان محمد كان جايب لي شويه حاجات ممكن من السوبر ماركت فكان راكنهم على السفرة، فده اللي عمل التلزيق دوت، مش عارفه. فقلت بقى ايه اديها مسحه كده على الخفيف، واخد كده الحاجات اللي ملهاش لازمه، الورق اللي ملهوش لازمه اللي هو اكياس السوبر ماركت هرميها بقى في الزباله. انا خلي بالكم ما بحبش ابدا يبقى في تراكمات او احس كده ان في يعني ايه زباله كده تكون مثلا مركونه، اكياس مش عارف، لا اول باول تلاقوني على طول كده ارمي على طول كده. وكيس الزباله دوت يعني ما يتملى ما يباتش يعني ما يباتش خالص في البيت، لازم انا ينزل، لازم ينزل، ما بعرفش خالص ابدا اكوم حاجه او اسيب حاجه. بس مسحت بقى السفره. طبعا انا عايزه اقول لكم مستغليه الوقت اللي هو نايم فيه، يعني اصلا ماما قالت لي هو ينام قومي شوفي شغلك، قومي شوفي ايه اللي وراكي اعمليه، قومي شوفي مش عارفه ايه، لان هو صاحي انا بجد ما بعرفش اعمل منه اي حاجه. وعايزه اقول لكم اخد بقى على الشيل، يعني اخد على ان هو يتشال، ما بيعرفش ابدا بقى ان هو دلوقتي مثلا حتى لو مغير هدومه مرضعاه احطه على السرير، او احطه مثلا ايا كان بكون قاعده فين احطه، لا عايز يتشال، مش عايز ان هو يتساب كده، حتى لو زي ما قلت لكم لو مش ناقصه حاجه. فلا بخلص بقى كده كل اللي ورايا، وعايزه اقول لكم بقى ايه قافله عليه كده عشان برضو الصوت وكده ما يصحهوش، فقافله عليه باب الاوضه. دي بقى الزباله اهي، لميت بقى كل الحاجات كده عشان اطلعها بره، في حد بيجي ياخد مني الزباله، برن وكده، برن عليه يجي ياخد انزل له الزباله يجي ياخدها. طلعت بقى كده الكيس، بصوا اتملى كمان، اتملى على اخره. انا عايزه اقول لكم بيطلع مني كميه زباله رهيبه مش عارفه ليه، كاني يعني بصوا مش عارفه انا بس ولا كلكم كده ولا ايه. ماما بقى ربنا يخليها لي قبل ما تمشي برضو يعني نزلت قالت لي عشان ما تنزليش، نزلت بقى بصوا جابت كل حاجه، جابت لي اكياس زباله. كان عندي البريل انا بجيبه بالجيركن كان خلاص، جابت لي جيركن، جابت لي رابسو، كان رابسو برضو كان عندي كان خلاص اللي هو مسحوق الغسيل. نزلت بقى وكان من ضمنهم اكياس الزباله دي، قالت لي اكتبي لي كده النواقص بتاعتك في ورقه، لان انتوا عارفين ان محمد كمان هو جه شاف ريان وقعد معانا يومين رجع تاني مشى تاني. فماما بقى نزلت ايه عشان عارفه ان مفيش حد هيبقى قاعد معايا، قالت لي عشان ما تنزليش هنزل بقى ايه اجيب لك كل حاجه. وعايزه اقول لكم ان هي اصلا قالت لي ان هي يعني يومين وهتجيلي، يعني مثلا يومين عندي ويومين عندها، تقعد يومين عندي ويومين عندها لحد بس لما ايه ريان وكده نومه يتظبط وبتاع، عشان انا برضو ايه مهلكش برضو معاه من قله النوم، لان العيل في الوقت دوت بيبقى نومه مش منتظم، فهي برضو مش عايزه ان هي تسيبني. بدأت بقى ان انا الزق كده. طبعا العلبة دي فاضية، العلبة دي كان من الانيميا اللي انا كنت باخدها، ده كده عامل شبه اللبن البودرة زي بتاع الاطفال، كنت باخده كده احطه على لبن، احطه على لبن، احطه على مية، بس الدكتور كان قال لي لو على لبن يبقى افضل، واقلبه، هو اصلا عامل شبه اللبن البودرة، واقلبه سواء كان على مية سواء كان على لبن، المهم ان انا اخده وخلاص. ويعني اقلبه واشربه عشان يظبط معايا الانيميا شويه، عشان فيه
كل العناصر اللي الجسم محتاجها. كان بيقول لي بقى انيميا ومش كالسيوم على حديد على مش عارفه ايه، الحاجات دي كانت مفيده يعني. المهم ان انا كنت مستمريه عليه، وعايزه اقول لكم كان طعمه اصلا وحش قوي، بس يلا عدت بقى على خير الحمد لله. بس مسحت بقى، لمعت كده الرخامه. المطبخ بقى كده فيه تكات صغيره كده لما بدخل بعملها فيه. اولها بيبقى تلميع الرخامه دوت، لازم اصبن الرخامه كده والمعها. تاني حاجه انا حاطه ورق بوتاجاز. الورق البوتاجاز ده قلت لكم عليه قبل كده، ممتاز تحفه. ده ورق بوتاجاز بيبقى تقيل مش خفيف، فبيستحمل معانا، يعني بيقعد معايا شهر كامل. يعني الورق ده بجيبه بيقعد معايا على البوتاجاز شهر كامل. بعمل ايه بقى؟ وارد جدا ان هو بيبقى الورق البوتاجاز ده بيبقى متبهدل. بعمل ايه؟ يعني بمسحه، يعني بلمعه بيرجع كأنه جديد بالظبط، زي ما انتم ما شايفين كده بيرجع كأنه جديد. ألمعه كده. ومش بس كده بقى، باخد كل اللي حوالين البوتاجاز، لان انا عايزه اقول لكم الحته دي كلها كده مفتحه على بعضها. يعني اكتر حته معاكي تلم دهون هي الحته بتاعت البوتاجاز دي، عشان بيبقى فيها بس على طول ان انت بتعملي اكل مش عارفه ايه، بتبقى على طول كده متبهدله. فاخدها بقى كده على طول، لازم اصبنها كده كلها على بعضها عشان الدهون دي ما تتكومش عليا. بس وقوم جايه بقى بالخرقه كده، قوم جايه بقى مسحه وملمعه ومظبطه الدنيا. طبعا بقى زي ما انتم ما شايفين المعالق جنبها ازازه الزيت، شايفين بقى هنا ازازه الخل والحلبه. الخل يعني لازم يبقى قدامي دلوقتي عشان بعقم الببرونه بتاعت ريان فيها. يعني بجيب ميه مغليه واحط فيها ملح، لازم خل بقى عشان اعقم بيه الببرونه، اعقم بيه الجهاز اللي بشفط بيه اللبن. فلازم يتعقم بميه وخل وملح. فالخل حطيت بقى الازازه خلاص، نزلتها من الدولاب حطيتها قدامي على طول، لان انا حرفيا لازم كل يوم اعقم الببرونه، واعقم اللي هو الجهاز دوت بالليل كده، اعقمهم قبل ما انام. والحلبه، لان انا الحلبه بيقولوا لي مفيده جدا عشان المغص، لان انا فعلا من بعد ولاده القيصري حاسه ان انا يعني بيجيلي على طول مغص. مش عارفه بقى المغص ده بيجيلي من ايه، بس هو تقريبا يعني اثار الولاده يعني. فحلبه بقى شغاله على نفسي بحلبه على طول، ما بحبهاش باللبن. اجيبها كده، اجيب شويه ميه واغسل الحلبه واقوم جاي حطهم جواها واقلبها. ولا بحبها بعسل اسود ولا بحبها باللبن، مع ان الناس كلها بما فيهم ماما يا بنتي عوضي، حرام عليكي عوضي الدم اللي نزل منك في الولاده مش عارفه ايه. انا لا، ما بحبش خالص الحلبه تكون عليها حاجه ساده. بس خلصت بقى الجزء دوت. بصوا خلاص مني في كلمه الا كلمه، ما خدش مني وقت. وادخل بقى على ايه؟ ادخل بقى على الركن بتاع البهارات دوت. شلت بقى كل حاجه ملهاش لازمه شلتها، وبدات بقى كده ان انا ايه اصبن واظبط كده الدنيا هنا. بس كده. واقوم جايه برضو مسحه ومخلصه كده سريعا سريعا. بس ارجع بقى البهارات مكانها وكده. يبقى ايه الجزء اللي عندي دوت خلاص. ادخل بقى الجزء بتاع الحنفيه، لان جزء الحنفيه دوت برضو ايه مهم. لازم بقى ايه دي التكات دي لازم اعملها لو دخلت المطبخ. اصبن كل حاجه كده حواليا. عايزه اقول لكم لما باجي بقى اعمل تنظيفه العيد، واجي بقى التصبينه بقى بتاعه العيد بقى بتاعه المطبخ وكده، عايزه اقول لكم والله عشان ايدي بتبقى على طول في المطبخ ما بيتعبنيش خالص في تنظيفه. بيبقى بالنسبه لي اسهل من السهوله، لان انا ايدي على طول فيه. يعني لو كل يوم تتسلي كده في حاجه، هتبصي تلاقي يعني لو مثلا كل 3-4 ايام تعملي زي ما انا ما بعمل كده، ويوم تاني مثلا تبقي مثلا ايه عامله مثلا التلاجة، من اخده التلاجة كده منضفاها. هتبصي تلاقي بقى في التنظيفه اللي هي بقى تنظيفه العيد او عامه لما تعوزي تصبني المطبخ ما ياخدش منك وقت خالص. يعني انا ما بحسش بتعبه خالص، عشان ايدي على طول بتبقى بعمل اللي انتوا شايفينه ده. بس بدأت بقى كده ان انا بدأت كده ان انا الم كده على قد ما اقدر. انا طبعا صبنت وامسح بالمره بقى الفرن كده، مسحته كده كده من قدام ومسحته كده من الجنب من هنا. وبلملم بقى على طول كده بالميه اللي انا بدلقها، لملمها على طول كده بالخرقه عشان ما تنزلش على ارض المطبخ وتبهدل لي الدنيا. بس اخر حاجه بسيبها لتصبينه الحوض في الاخر خالص. لما بخلص اقوم جايه مصبناه كده، عشان بس ايه لازم الحوض كل يوم يتصبن. حتى لو مش هعمل اللي انتوا شايفينه دوت لازم اصبنه. او احط في يعني اعصر فيه ليمونيه، احط فيه شويه خل عشان ريحه بس المطبخ. بس الخرقه دي طبعا انتوا عارفين ان انا بحطها عشان بنشف عليها المواعين اللي انا بغسلها قبل ما احطها الدولاب.
بس كان عندي بقى كده كوبايتين بقى عدد كده في الحوض كده على طبقين صغننين، خدتهم بقى كده وقلت بقى ايه اغسلهم كده غسله حلوه، واحطهم بقى ينشفوا قبل ما اصبن الحوض، لان انا الحمد لله اللهم لك الحمد ما عنديش مواعين. بس عصرت بقى كده الخرقه وصبنت بقى الدنيا كده، والدنيا بقت كده ايه زي الفل. مش ناقص بقى غير ان انا اصبن الحوض واعمل بقى ارضيه المطبخ. ارضيه المطبخ بحب قوي بقى لما اجي المعها بخل. الخل بيخلي ريحه الارض جميله، ريحه المطبخ عامه بتبقى حلوه كده، بتلاقي ان المطبخ مفيهوش بقى ولا رايح اكل ولا رايح اي حاجه. وعايزه اقول لكم انا بهتم جدا 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 كمان بنظافه المطبخ لكذا سبب. اول سبب ان هو مفتوح عندي، يعني المطبخ اللي بيبقى مفتوح على الصاله دوت لازم نظافه من نار، عشان بس ايه ما يبقاش فيه ريحه او اي حاجه تطلع على الصاله بره او على اي حاجه، فلازم ان انا اعمله. تاني حاجه بقى بصوا عاده فيا ومرض فيا، يعني من وانا لسه في بيت ماما كنت لازم ان انا اعمل اللي انتوا شفتوه ده. بس طبعا بقى كنت مشغله الغساله على الهدوم، قلت بقى على ما اخلص كده لترويقه البيت دي، ترويقه كده خفيفه بسيطه على قدي، يكون الهدوم تكون خلصت. هدوم بقى الباشا ريان والمفارش اللي هي البياضات دي اللي انا بحطها على الكنبه. قلت بقى ايه على ما اخلص بقى كده توضيب الشقه تكون الغساله خلصت، وفعلا الغساله خلصت واديني خلصت اهو معاها الحمد لله. طبعا بقى قلت ايه قلت ادخل بقى بعد ما اخلص احمر بقى بطاطس واطلع الكبده ونتعشى وخلاص بقى، يعني كده الحمد لله. عايزه اقول لكم كل دوت ريان، انا عايزه اقول لكم يعني دخلت بصيت عليه وانا بلم البتاع، بدا ان هو بيبدا ان هو يتقلب خلاص على وشك ان هو يصحى. فقلت ادخل بقى ايه ادخل اسخن له كده الببرونه قبل ما يصحى واظبط كده دنيتي. في الاخر خالص ما بعرفش بقى اتعشى الا لما بينام، يعني برضو ما بعرفش ان انا اكل وهو مثلا صاحي، لا ينام، لان زي ما قلت لكم حتى لو مش ناقصه حاجه لازم ان هو يقوم. بس كده بدأت بقى ان انا ايه خلصت الحمد لله كده كل اللي عليا. هدخل بقى اسخن له الببرونيه واعشيه وانيمه وانا بقى اتعشى وانام وبس كده. استنوني في فيديو جديد.